السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد، يا صباح الزرع، يا صباح الياسمين، يا صباح الفل على عيون أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين يا حبايبي؟ شايفين زرع ايدينا؟ شايفين الجمال؟ الزرع بتاعي طلع باركولي يا حبايبي. الزرع بتاعنا ما شاء الله عمل ازاي، طلع ازاي وبقى زي الفل. شايفين الجرجير الاخضر الجميل؟ قلت بقى يا حبيبي دي اول مرة اسقيه بعد ما زرعناه يا حبايب قلبي. تمام. الارض بسم الله ما شاء الله هي ان طريه تحت منه، بس انا حسيت ان هي عايز يشرب. جيت سقيته يا حبايب قلبي. تمام اهو. شايفين؟ ايه رايكم يا حبايبي؟ بس كده الزرع بتاعي يا حبايبي، كانت المكنه شغاله، ناس بيروا جنبنا الارض. فقلت ما اخد يعني ميه بسهوله يعني، واسقي الزرع بتاعنا كده بدل ما اشغل الخرطوم وكده اهو. ايه رايكم يا حبايبي؟ اهي شايفين الراتب كان مليان ميه ازاي؟ كنت باخد كده يا حبايب قلب بالشكل دون اهو. الميه ماشيه اهي. واسقي الزرع بتاعنا يا حبايبي اهو. شايفين الجمال؟ هنا بقى ده الجرجير اللي طلع اللي هنا دون، ده السلق. لسه برضه اهو يا حبايب قلبي. شايفين النباتة لسه صغيرة برضه. نسقيه كده عشان يكبر ويحلو معايا يا حبايب قلبي اهو. قلت اوري حبايبي الزرع بتاعي وجماله اهو. الم العفش كده يا حبايب قلبي اللي في الزرع. كل ما انت بتعتني بالحاجة ما شاء الله ربنا بيبارك فيها يا حبايبي. ايه رأيكم؟ اهو. انا مش هنغرقه مية، بس جردل جنب جردل كده بحيث ان يشرب كله اهو. والبصل بتاعي شايفين عسل ازاي، والفول ما شاء الله اهو. شجعوا يا حبايبي كده. ده الريحان يا حبايب قلبي زرعته كده، بس ما مش عارفه في حاجات طالعه كده، معرفش هو ده بقى ولا حشيش ده ولا ايه اللي طالع. اما جوزي يجي ابقى اساله اهو. طلع فيها، ما طلعش ريحان بصراحه، طلع مكانه بتاعه فول واحده، زرعه فول والحشائش اللي هي اللي بتطلع في الارض دي يا حبايب قلبي، بس ما طلعش الريحان. الظاهر له ميعاد لزرعه. اللي عارف بقى ان في مواعيد لزرع الريحان يعرفني يا حبايب قلبي في الكومنتات، ويقول لي الطريقه الصح يتزرع ازاي اهو. ده بقى كمان الشبت والبقدونس. الشبت اللي هو الكدي الكبيره دي يا حبايب قلبي، هو اللي ما شاء الله طلع. انا زرعته بالنقره كده. ده البصل اهون، وده الكزبره اللي في الاول، ودي البقدونس يا حبايب قلبي اهو. شايفين الجمال؟ اللهم بارك. جيت برضو من اليمه دي قعدت انقي النعناع كده واشيل الحشائش والحاجات الوحشه اللي فيه والعفش اللي فيه اهو بالشكل دون، عشان يفرع كده ويحلو يا حبايب قلب النعناع الاخضر بتاعنا الجميل. انا زرعاه على حرف الميه كده عشان يشرب كده لوحده اهو. شايفين الجمال؟ قلت برضو الحتت اللي هي مش طايلها ميه اسقيه اهو. ايه رايكم يا حبايبي؟ انا عارفه ان حبايبي بيحبوا فيديوهات الزرع، وقلت لازم اشارك حبايبي في فيديوهاتي كده الزرع لما اجي اعمل اي حاجه في الزرع اهو يا حبايبي. يلا ما تنسوش اللايك يا حبايبي والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مفيش اجمل من الطبيعه والزرع والخضره، حاجه كده رباني. انا بصراحه لما بقعد قدام الزرع ما بحبش ادخل جوه تاني، عايزه دني قاعده كده اتفرج كده على الزرع والسما والجمال الطبيعه ده يا حبايب قلبي
ربنا يوسع على الجميع يا رب. اهو اهو بزق الايه الحتت اللي مش طايلها ميه اهو. بعد كده يا حبايب قلبي حطوا لايك بقى، مش تنسوا اللايك. دخلت على جوه حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله على الخير كله. كنت جايبه لبن تمام، وغليته يا حبايب قلبي بالشكل دون. وحطيته في التلاجة لتاني يوم تمام. بعد ما برد حطيته في التلاجة لتاني يوم، فطلع عندي بالشكل دون يا حبايبي، مطلع القشطه ما شاء الله والدسم بسم الله ما شاء الله يا حبايبي. شايفين الجمال على الوش القشطه عامله ازاي؟ قلت بقى ان ايه نشيل، اوريكم طريقه ايه ازاي بنشيل القشطه من على اللبن يا حبايب قلبي، وازاي بنعملها ايه زبده اهو. شايفين؟ وانا بجيبه كده على طول وبعمله بالطريقه دي، ما بحتاجش ان انا اشتري زبده يا حبايب قلبي خالص اهو. بعمل بالطريقه دي. لازم توفري وتدبري كده. انا كيلو الزبده عاد ب 140 جنيه دلوقتي، هتروح تشتري زبده فين بقى؟ هننهض على نشتري زبده ولا نشتري زيت ولا نشتري ايه ولا ايه؟ لا، فانا بجيب اللبن كده بالشكل دون اهو. مني بستفاد باللبن، ومني بعمل ايه الزبده يا حبايب قلبي في بيتي، ومضمونه وانا عارفه على ايه فيها ايه بالظبط. لان في ناس بتغش فعلا الزبده، بيحشوها بطاطس. وصلت لدرجة الغش انه يحشوا قلبها بطاطس، وانت مش شايفة الزبدة من بره خارجية، حتة زبدة من بره، ومن جوه قلب الزبدة حاطين فيها بطاطس مسلوقة اهو. لا، واحنا ليه بقى؟ احنا جايبين حاجتنا عارفين هي ازاي وبتتعمل ازاي. مادام بتعرفي تعمليها وتتعلمي، حتى لو ما بتعرفيش اتعلمي، مش عيب ولا حرام. النهارده النت واليوتيوب وما سابش مكان، ادخلي وشوفي اهو. انا طبعا بنت فلاحين وعارفه ماما بتعمل ازاي وكده، فانا متعلمه وعارفه اهو. شايفين الدسم بسم الله ما شاء الله، بس تكوني شاريه اللبن من مكان موثوق منه. انا طبعا بحب انا ما بجيبش لبن الا من عند ماما، ربنا يحمي لها يا رب. انا ما بعرفش اشرب اي لبن اساسا الا من عند ماما اهو. لان ماما لها طقوس كده وهي بتحلب. ابقى اروح مره كده واوريكم ماما بتعمل ايه. بتغسل ضره الجاموسه يعني او كده ما شاء الله، وتسمي الله وتقعد تقرا قران كده وتعمل يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك اللهم بارك. فتحس ان الحاجه طالعه لا فيها ريحه زفاره ولا ريحه اي حاجه وحشه ولا كده، زي ما بتشوفي مع اي حد تاني. وبتغسلها كويس وتحلب بقى اللبن يطلع بسم الله ما شاء الله زي الفل اهو يا حبايبي. شايفين الدسم بسم الله ما شاء الله اهو. دي القشطه بتاعتنا يا حبايبي. عايزه تاكلها بقى مع حته جبنه ما فيش مشكله، عايزه تحطها على اي حاجه اللي انت عايزاه، قشطه زي ما هي ما فيش مشكله، اللي انت حباه. لكن يا حبايبي انا بقى بدبقها كده مره على مره لحد ما اجيب ايه كميه، واجي ضرباهم وعاملاهم ايه زبده يا حبايب قلبي اهو. بعد كده يا حبايبي بجيب ايه الكياس عندي التفريز بقى. احنا بنشرب اللبن بصراحة، احنا مش بنعمله جبنة. لما بعوز جبنة بجيب من ماما. عايزة اعمل جبنة برضو، بس مش بغلي اللبن. لو انت عايزة تعمل جبنة من بعد ما تشيلي وشة اللبن كده ما تغليش اللبن تمام اهو. بتعملي ايه بتسخني اللبن شوية صغيرة على النار. بعد كده تلكفتيه وتسيبيه ايه يروب معاكي تمام. بعد كده تشيلي ايه من على وشه الايه القشطه بتاعته لو انت عايزه تعملي جبنه. لكن الطريقه دي انا بفرز اللبن يا حبايبي كده علشان احنا بنشربه تمام. انا عارفه ان اللبن ما شاء الله دسم كتير، فانا بشيل منه وبرده في دسمه يعني ما شاء الله. احنا بنغلي منه برده بيبقى دسم بيطلع وش تاني اهو. فاحنا بنشربه كده على نسكافيه، نشربه كده نستخدمه بقى في كيكات، نستخدمه في اي حاجه، يبقى ايه اللبن موجود عندنا اهو. انا بجيب مثلا كميه دي كل اسبوع كل اسبوعين
مع بعض. وادبق القشطه على بعضها، واجي بعد كده ايه عاملاها. هوريكم الطريقه ان شاء الله في فيديو تاني، ان انا بخضها ازاي وبطلع الزبده لوحدها، وما بنرميش اي حاجه. اللي بيطلع من الخض كمان من الزبده، بعد الزبده بيطلع معانا خض كده، ما بنرميهوش، بنستعمله في قرص، نستعمله في رقاق، نستعمله في اي حاجه. اهو يا حبايب قلبي بالطريقه دي. خليكي شاطره وناصحه كده، ووفري ودبري. ده بقى شويه لبن كنت حطاهم اهم يا حبيبي. دي الطريقه لو انت عايزه تعملي جبنه. اهو اللبن راب اهو يا حبايبي. انا حطيت شويه كده عشان اوريكم بس الطريقه. اهو شايفين بتشيلي برضو الوش كده من عليه، لو انت عايزه تشيلي الوش من عليه اهو، اللي هي القشطه يعني. اهو بالطريقه دي كده. اللبن ده مش مغلي، اللبن ده محطوط كده في العلبه دي، وسبته يومين راب، وبعد كده ايه بشيل القشطه من عليه اهو، وبعد كده اعمله جبنه. تمام اهو معاكي خطوه بخطوه اهو يا حبايب قلبي. اللي حابه تعمل كده مفيش مشكله، واللي حابه تعمل كده مفيش مشكله. اهو طريقه سهله وبسيطه. لو عجبكم الفيديو يا حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والاشتراك في الفيديو في القناه عفوا، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله، يا اغلى واحلى متابعين في الدنيا. اهو يا حبايب قلبي شايفين الجمال اهو. عملت كميه اللبن ما شاء الله اهيا، وعندي القشطه بتاعتي اهيا. عايزين ناكل منها كده مفيش مشكله، عايزين نحط منها على فطير، عايزين نعمل بها اي حاجه باستخدامات القشطه كلها. تمام. انا بقى بدبقهم كده يا حبايب قلبي لحد مثلا ما املى الطبق معايا دون. بعد كده بفرزه يطلع معايا ايه الزبده بتاعتي يا حبايب قلبي، اللي هي السمنه البلدي. تمام. ان شاء الله هعملها لكم في فيديو تاني باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.